السلام عليكم ومرحبا بكم. فيديو نهار اليوم مميز جدا، رايحه اشارك معاكم طريقه تحضير لي فون دو تارت. بزاف بنات عندهم مشكل انه لي فون دو تارت تاعهم غير يدخلوهم للفرن يهبطوا ويفسد الشكل تاعهم. بعد هذه الوصفه محال رايحه تعاني من هذا المشكل. رايحه نعطيكم وصفه بمقادير مضبوطه بالميزان وبالكاس، مده الاحتفاظ وكذلك سعر البيع اللي حابين يعتمدوها كمشروع مربح. كما قلت لك باللي هذه الوصفه ناجحه مليار في المية، وراكم تشوفوا بعينيكم الشكل تاع لي فون دو تارت تاعنا. والصراحه انه السر باش ينجح معاكم ماشي غير في العجينه، وانما كذلك كيفاش رايحين تطيبوها. تابعوا الفيديو لانه فيه جميع النصائح والتفاصيل اللي رايح يخلي لي فون دو تارت تاعكم يخرجوا لكم كيما المحترفات. كيما راكم تشوفوا انا هنايا جمدت كميه كبيره لانه رايحه نخبيهم لشهر رمضان المعظم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين والمفقودين. وكل ما تحبوا تجبدوهم وتعمروهم باي كريمه تفضلوها. ما نطولوش ونبداو مباشره في العجينه. بالنسبة للعجينة نسحق 250 غرام من المارغرين اللي تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. استعملي أي نوعية حبيتيها. كما أنا هنايا استعملت أوبلين اللي فيها رائحة الفانيليا، يعني بزاف هايلة. درت 250 غرام من المارغرين ورايحة نضيف لها كأس إلا ربع من السكر الناعم، أي ما يعادل 4 ملاعق كبيرة من السكر، وبالميزان 100 غرام من السكر الناعم. رايحة نضيف 2 ملاعق صغيرة من الفانيليا، الملاعق تاع القهوة ماشي تاع الحليب، وكذلك رشة من الملح اللي هي ضرورية باش تعدلنا المذاق. وبالضرب الكهربائي باش تسرعوا العملية والمجهود خلطوا حتى تحصلوا على هذا القوام الكريمي. من بعد رايحة نضيف ربع كاس من الزيت، أي ما يعادل 50 مليلتر من الزيت العادي أي زيت المائدة. أنا هنا كيلت بالكاس اللي يرفد 220 مليلتر. نضربوا مليح حتى تدخل هذيك الزيت في الخليط تاعنا. نصيحة ضروري انكم تراعيو كيفاش راني نحط المقادير. بعد ما دخلت الزيت ودايما طفوا الضرب الكهربائي تاعكم وهبطوا الجوانب وعاودوا خلطوه هكذا باش تتاكدوا بلي المقادير كامل تداخلوا وامتزجوا فيما بيناتهم. من بعد رايحه نضيف 2 حبات من البيض. كيما راكم تشوفوا 2 حبات من البيض كاملين. صدقوني بلي هذه الوصفه ناجحة مليار في المية، ننصحكم انكم تعتمدوها وتجربوها. نخلط بالضرب الكهربائي حتى نتحصل على قوام كريمي، يعني هذاك البيض يتخلط مليح مليح معانا كيما راكم تشوفوا معايا في الصورة. من بعد هنا رايحة نضيف كأس الا ربع من النشاء، اي ما يعادل 70 غرام من النشاء، واللي هو كاس صغير من الكاس اللي يرفد 220 ملل. نفس الشيء رايحين نخلطوا مليح بالضرب الكهربائي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ننصحكم انكم تستعملوا احسن شيء الضراب الكهربائي، هكا تربحوا الوقت والنتيجه رايحه تكون بزاف هايله. الان رايحين نستغناو على الضراب الكهربائي تاعنا ورايحين نبداو نشفوها بالفارينه. هنايا عندي حوالي 500 غرام من الفارينه اللي مغربله بطبيعه الحال مع 2.5 غرام من خميره الحلويات، اي ما يعادل نصف ملعقه صغيره تاع القهوه من خميره الحلويات. الى عندكم الميزان ننصحكم انكم توزنوا كامل المقادير. من بعد نبدا نحط بالفارينه غير بشويه هكا باش نشف العجينه تاعي. الان هنايا في هذه المرحله حبيتوا ديروهم فقط بذوق الفانيليا، نشفوا العجينه تاعكم. رايحه ترفد لكم حوالي 500 غرام من الفارينه. حبيتوا تقسموا العجينه تاعكم على قسمين كيما رايحه ندير انايا، وديروا وحده تنشفوها فقط بالفارينه تكون طريه، والاخرى رايحه والجزء الاخر رايحه نضيف له الكاكاو، بودره الكاكاو، لاني نسحق اني ندير ذوقين. كما راكم تشوفوا انا هنايا الكاكاو تاعي اللون تاعو فاتح، لذلك درت حوالي ملعقه ونصف من بودره الكاكاو. انت اذا كان الكاكاو تاعك لون تاعو غامق تقدري انك ديري فقط ملعقه واحده من الكاكاو، يعني اللون تاع العجينه الكاكاو انت اللي رايحه تتحكمي فيها. بعدها رايحه تبداي تضيفي الفارينه غير بشويه حتى تحصلي على عجينه طريه. الان هنا بطبيعه الحال نغطوهم كيس بلاستيكي ورايحين نبداو في التشكيل. شوفوا انا استعملت هادو، يعني لي فون دو تاعي
الوسطين الحاج ما حبيتش ندير شكل مهرز ولا شكل في ليمول تاع الزيريات، انت ديري ليمول اللي حبيتيهم. واش ندير؟ نجيب كره من العجينه نبسطها في يدي، من بعد نحطها داخل المول تاعي ونبدا نمشيها بهذه الطريقه. حاولوا تضغطوا على العجينه باش تخرجوا له هو الموجود بين العجينه والمول، من بعد نحوا الاطراف بهذه الطريقه. وطبيعه الحال ما ترقوش العجينه ولا لي فون دو طارت تاعكم. شوفوا ما لازمش يبان الحديد كي تجوا تشكلوها. دوك نعاود نوري لكم كره تبسطوها بين يديكم، تحطوها داخل المول. انا هذه هي الطريقه اللي نحبها. من بعد تبداو تطلعوا العجينه هكذا على الاطراف بهذه الطريقه بحيث تضغطوا في هذيك الزاويه. شوفوا، وهنا المول تاعي ما راهوش يبان، يعني ما نديرش العجينه تاعي حتى تولي ترونسبارون والمول يبان، لانه لو كان ترقوها مليح تتشقق معاكم، ولا نقول لكم بلي يعني رايحه تتفتت معاكم. نفس الشيء رايحه نستعملوا حتى في هذو ليمول. هنا طريقه التشكيل مهمه جدا، اعطوا لها الوقت تاعها في التشكيل. حاولوا تتحفوا الحبه تاعكم كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا بعد ما نحيت الاطراف هذوك، شوفوا هنا تضغطوا في هذا المكان اللي راني نوري لكم، مهم جدا. شوفوا كيفاش راني نضغط في هذاك الطرف التحتاني تاع المول تاعي، من بعد نحي الزوائد ونعاود نضغط هكذا باش نطلعها. بعد ما نكملهم كامل رايحه نتقبهم هكذا بالفرشيطه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ضروري تتقبوهم هكذا باش ما يتنفخوش معاكم. وهنا السر اللي يخلي لي فون دو طارت تاعكم ما يهبطولكمش ويتغير الشكل تاعهم غير دخلوهم للفرن، ما تطيبوهمش. هنا حطوهم داخل المجمد 4 ساعة ولا 10 دقائق. ضروري انكم تحطوه في المجمد الى حبيتوا تتحصلوا على نتيجة مليحة وما يهبطوش معاكم. انا هنايا بعد ما حطيتهم كملتهم كامل، همليك اللي درتهم كذلك بذوق الشوكولا وتقبتهم حطيتهم في المجمد، من بعد طيبتهم درجة الفرن 180 درجة. تشعلوا الفرن تاعكم على 180 درجة 4 ساعة من قبل، تحطوهم في الرف الوسطاني وتخلوهم حتى يطيبوا وياخذوا اللون الذهبي اللي شفتوه. بعد ما طيبتهم وبردوا معايا ديموليوهم بكل سهولة. هنايا كنظرة جمالية أنا نحب نتحف الحبات تاوعي، جيبي صفاية ولا غربال وتبداي تجوزي على الأطراف بهذه الطريقة، راح يجوك الأطراف تاع كامل شابين. شوفوا طريقة الطبخ تاعهم كيفاش طابوا معايا، طابوا بزاف هايلين حميمرين ما شاء الله. انا لي فون دو طارت تاعي ما نحبش نطيبهم بيوضه، لانه صراحه البنه كي طيبيهم حميمرين رايح يجوا بنان اكثر واكثر. وشوفوا كيما قلت لكم باللي الشكل تاعهم ما تغيرش وما هبطش الشكل تاعهم في الفرن كيما راكم تشوفوا معايا في الصوره. الان هنايا باش تخبوهم في المجمد، شوفوا يجدوا لكم حوالي 3 شهور في المجمد عادي. المهم انكم تحطوهم في علب محكمه الاغلاق. وبالنسبه اللي حابين يديروهم كمشروع للبيع يتباعوا 25 دينار للحبه، حتى لانه الحبات تاوعي متوسطين. اما اذا كانوا الحبات تاوعكم كبار تبيعوهم 30 دينار جزائري للحبه. نتمنى افدتكم ونتمنى تجربوا الوصفه. دمتم في رعايه الله.